النهاردة الإنجيل من إنجيل معلمنا متى 7. احنا عارفين إن إنجيل معلمنا متى 5 و6 و7 دي الموعظة على الجبل بعد ما السيد المسيح اختار التلاميذ بتوعه، قعد معاهم واداهم موعظة على الجبل، وده آخر جزء في الموعظة على الجبل. احنا أحد الصوم أو فترة الصوم كلها نسميها كده رحلة فرح، رحلة فرح. وناس تاني آباء يسموها رحلة توبة، رحلة توبة. عشان كده نشوف في خلال الصوم ايه اللي نحتاجه علشان نتوب. فنيجي في حد الرفاع يكلمنا الإنجيل عن الصوم والصلاة والصدقة والتسامح، دول تحتاجهم علشان تمشي في مرحلة توبة. وبعد كده إنجيل حد الكنوز يكلمنا إنك ما تكنسش على الأرض، اكنس في السماء، ما تهتمش الاهتمامات الأرضية، اهتم فيما لفوق. وكمان ما تقدرش تعبد سيدين، إما الله أو المال. ومعنى هنا المال إنك أنت فيش حاجة تتسلط عليك يعني، وإنك لا تدينوا كي لا تدانوا. ونيجي بكرة في حد التجربة يعلمنا الجهاد. أي توبة محتاجة جهاد، مفيش توبة من غير تعب أو من غير جهاد. عشان كده بكرة اللي يحضر فيكم القداس يلاقي جهاد في إن السيد المسيح الشيطان بيحاول إن هو يوقعه أو يحاربه، ولكن السيد المسيح له المجد بقوة الكتاب أو بقوة المكتوب في الكتاب المقدس اللي هو الله الكلمة بيحارب عدو الخير. عشان كده النهاردة تلاقوا في بداية الإنجيل يقول لنا كده ادخلوا من الباب الضيق. حابب ابتدي معاكم كده بقصة توضح لنا ايه موضوع الباب الضيق ده. يقول كده انه كان في شاب لسه متجوز جديد، وصرف بقى فلوسه على الجواز والحاجات دي كلها، وبعدين اشتغل في الشركة دي كانت كويسة وكان مرتبه كويس جدا. وبعدين اشتغل معاه برضو في الفرع اللي هو فيه كذا شاب تاني، وبدأ شاب من الشباب اللي اصحابه يمشي بطرق مش مظبوطة، فكان المديرين يحبوه، كان يجيب فلوس بطريقة سهلة. فكل لما يرجع يحكي لمين؟ لمراته، يقول لها أنا النهاردة حصل كذا وعملوا معايا كذا، وصاحبي ده خد فلوس كذا وعمل كذا، وهو يا عيني ولا بياخد ولا حاجة. فمراته تقول طب ما تشغل دماغك شوية، يعني انت مش عارف تشغل دماغك، شغل دماغك شوية زي صاحبك ده. يقول لها معرفش، ما تربتش على كده. مهم كده كل مرة يروح لحد ما صاحبه ده جاب عربية، فراح حكى لها ده صاحبي ده جاب عربية. قالت يا اخي شغل دماغك، مش عارف تشغل دماغك، اهو صاحبك جاب عربية واحنا شغالين في المواصلات. وفضلت كل مرة يروح يحكي لها حاجة تأنبه، حد ما عدى كام سنة كده، والراجل ده لسه محافظ على الأمانة بتاعته في الشغل. ولما حافظ على الأمانة بتاعته في الشغل، لما جم حبوا بقى يرقوا حد في الشغل يودوه فرع تاني في بلد تانية، راحوا خدوا الشاب ده وودوه في الفرع في بلد تانية، وأصبح مرتبه 4 أو 5 أضعاف أي حد موجود في مصر يعني. فمراته ساعتها قال لها ايه بقى؟ كنت عايزانا نمشي غلط، ادينا دلوقتي قعدنا شوية تعبانين، لكن بعد كده هنفرح. هو ده الباب الضيق، هو ده الباب الضيق. عشان كده الباب الضيق ده يحتاج جهاد. والنهاردة ناخد كده كام نقطة ايه اللي محتاج اللي انا اجاهد فيه علشان ادخل من الباب الضيق. اول حاجة يقول كده ادخلوا من الباب الضيق اللي هو بيودي للحياة، وقليلون هم الذين يجدونه، يعني حتى اللي بيلاقيه قليل. وبعدين يقول الباب الواسع يؤدي إلى الهلاك، وللأسف كثيرون هم الذين يدخلون منه، كتير اللي بيدخلوا منه. عشان كده النهاردة عايزين نشوف مع بعض ازاي الواحد يجاهد علشان يخش من الباب الضيق. أول نوع من الجهاد هو جهاد ضد النفس. كل واحد يجاهد ضد نفسه. تلاقي كده تبقى انت عايز حاجات سهلة تستسهل، تيجي مثلا في بداية الصيام تقول لك لا يعني نبتدي الصيام، لا نستنى شوية، اسبوعين ولا كده، ولا اسبوع ولا 3 أسابيع.
بتستسهل مع نفسك. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 9:27 يقول إيه؟ أقمع جسدي وأستعبده. أقمع جسدي وأستعبده. أكن الجسد ده عبارة عن فرس وانت إيه؟ ماسك اللجام بتاعه، تقول له لأ هتصوم. عشان كده لما أب اعترافك يديك قانون في الصيام يقول لك صوم لحد الساعة كذا، ولا اقرأ الحاجة لحد الساعة كذا، ده يعلمنا ضبط إيه؟ ضبط النفس. عشان كده جاهد ضد نفسك. واحد تاني جاهد ضد اللسان، لسانه تلاقوه بيتكلم كتير وممكن يغلط، فبالتالي يقول لنا كده محتاج انك انت تجاهد ضد لسانك، ضد ان انت تتكلم على ناس. عشان كده قلت لكم انه من اهم الحاجات اللي تساعدك في التوبة انك ما تدينش حد، ما تتكلمش على حد غلط. وهكذا كل واحد فينا محتاج ان هو يجاهد ضد نفسه. تلاقي حتى في واحد يبقى عنده عادة وحشة ولا شهوة، يبقى برضه محتاج ان هو يجاهد ضد ايه؟ الشهوة دي او العادة دي. يبقى اول نوع من الجهاد يدخلنا من الباب الضيق انك تجاهد ضد نفسك. والجهاد ده يساعدك ازاي؟ لما تروح لأب اعترافك ويبتدي يديك خطوات واحدة واحدة انك ازاي تمشي في مرحلة توبة او مرحلة جهاد ضد النفس. تاني نوع من الجهاد نسميه كده جهاد ضد التيار. ضد التيار. السمكة تعرف منين ان هي حية وتعرف منين ان هي ميتة؟ لو مشيت مع التيار تعرف ان السمكة ايه؟ ماتت خلاص. لكن لو مشيت ضد التيار تعرف ان السمكة حية. اهو المسيحي كده بالظبط، لو مشي مع التيار يبقى هو ايه؟ الموت هنا هو انفصال عن الله، لكن لو مشي ضد التيار هو ده المطلوب. عشان كده في غلاطيا برضو 1:10 يقول ايه؟ أفأستعصف الآن الناس أم الله، أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن أرضي المسيح، ولم أكن عبدا للمسيح. عشان كده تعالوا تلاقوا ناس كده تقول لك ايه؟ كل الناس بتعمل كده، ما نعمل زيهم وخلاص. يعني هو في حد بيصوم الصيام من أوله؟ هو يعني في حد يعني ما بيلبسش اللبس ده؟ هو في حد ما بيعملش أفراح بالشكل ده؟ وتبقى ماشي مع التيار وخلاص. لا، انت المفروض انك انت تمشي بتعليمات الكتاب المقدس وبتعليمات أب اعترافك. عشان كده الشخص اللي ماشي ضد التيار يقول لنفسه كده أنا على صورته ومثاله، وأنا كمسيحي لازم أكون شخص مختلف. الناس تبص لنا كده تقول إيه ده انتوا تعاملكم وطريقتكم مختلفة. تلاقوا كده حد مثلا بعد الشر يعني يموت له حد وشهيد ولا حاجة، وتلاقي الأم فرحانة تقول ده راح السماء. إيه ده؟ انتوا في فكر مختلف عندكم؟ في شكل مختلف عندكم؟ في شكل مختلف عندنا. عشان كده تاني نوع من الجهاد جاهد ضد التيار. اوعى تمشي مع الناس وخلاص، قالوا لك تعالى نعمل كذا فنعمل، امشي في الطريق الفلاني فنمشي في الطريق الفلاني وخلاص، بدون ما نشوف الطريق ده مناسب لينا ولا لا. في جهاد ثالث ضد الظروف. الشاب اللي حكيت لكم عنه ده كان ممكن يقول الظروف كده، والشركة عايزة كده، والشغل عايز كده، ولازم الواحد يمشي حاله، وبالتالي ففي واحد يجاهد ضد الظروف. زي يوسف الصديق كده، كان ممكن يقول انه الظروف حكمت كده، وان مرات فوتيفار دي لازم اسمع كلامها، ويقع في الشهوة، لكن ما استسلمش للظروف. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ايه اللي يفصلنا عن محبة المسيح؟ مفيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح. عشان كده اوعى تكون ما بتجاهدش ضد الظروف. ده في واحد كمان لما تجيله مثلا تجربة ولا حاجة يبتدي يتذمر، يقول له يا رب انت فين؟ انت فين؟ مش واقف جنبي ليه؟ ومع ذلك يكون هذه التجربة لخلاص نفسه. ده في ناس يقول لك كده مش بس احمل الصليب بتاعي، ده انا احمل الصليب بتاع غيري. تلاقي ناس عمالة تفتح بيوت بفلوسها، تلاقي ناس بتساعد اي محتاج تساعده. عشان كده يقول لنا ايه؟ احملوا اثقال بعضكم بعض. ده في ناس بتدور ان هي تحمل تجربة او ان هي تحمل صليب. يبقى اول جهاد قلنا اجاهد ضد نفسي، تاني جهاد اجاهد ضد تيار العالم او ضد التيار الناس اللي موجودين في العالم،
ثالث جهاد أجاهد من ضد الظروف. ما ينفعش تقول الظروف خلتني أعمل كده. ده احنا ساعات حتى لما بنعمل يعني خطية صغيرة نقول هو ده اللي نرفزني، أهو الظروف حكمت بكده. ما ينفعش نقول كده، لازم نبقى احنا عندنا جهاد ضد الظروف. نوع تاني من الجهاد جهاد ضد الراحة، الاستسهال. يعني تلاقي كده كل حاجة ناخدها عايزينها تبقى جاية بسهولة. عشان كده يقول كده ايه، اللي بيجي بسهولة بيروح بايه؟ بسهولة. واللي بيجي بتعب بيثبت، اللي يجي بتعب بيثبت. عشان كده التوبة لما تيجي بتعب وجهاد تثبت. توبة لما تيجي بتعب وجهاد تثبت فيك التوبة، وتقدر ان انت تنتصر على عدو الخير. عشان كده في تيموثاوس يقول لنا أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. المتنعمة قد ماتت وهي حية. وفي بستان الرهبان كده قول جميل قوي يقول ايه، الراحة هلاك للنفس. اللي بيدور على الراحة ده نفسه ايه؟ بتهلك. عشان كده لازم تشتغل. يبقى قلنا أول نوع جهاد ضد النفس، تاني حاجة تجاهد ضد تيار العالم، ثالث جهاد انك تجاهد ضد الظروف، رابع جهاد تجاهد ضد الراحة، آخر جهاد بقى تجاهد فيه عشان تدخل من الباب الضيق اللي هو المنطق. في واحد يحسبها بدماغه ويقول لك دماغي بتقول وده المنطقي، لكن ربنا ما عندوش كده. ربنا عنده حسابات تانية خالص. عشان كده يقول غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. وعشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. كل فكر نحطه نفكر فيه يكون المسيح جواه. تخيلوا لو كل واحد فينا كده أي فكر يجيله يدخل المسيح جواه، لو الفكر ده وحش هيحصل إيه؟ هيمشي. ولو الفكر ده حلو هيثبت. لو الفكر ده حلو إيه؟ هيثبت. يبقى قلنا 5 أنواع من الجهاد تساعدنا في مرحلة التوبة وتدخلنا من الباب الضيق اللي قليلون هم اللي يجدونه. أول حاجة جاهد ضد نفسك، ضد شهواتك، جاهد ضد عاداتك الوحشة، جاهد ضد لسانك. تاني نوع من الجهاد انك انت تجاهد ضد تيار العالم. انا مختلف، قول كده انا شخص مسيحي فانا مختلف عن العالم. لست، سيد المسيح له المجد يقول لي لست من هذا العالم، انا مش من العالم. الحاجة الثالثة تجاهد ضد الظروف. اوعى تستسهل وتقول ان الظروف حكمت عليا ان اعمل كده. جاهد ضد الراحة، اعمل اتعب من اجل التوبة، جاهد من اجل التوبة. واخر جهاد جاهد ضد المنطق. الجميل بقى النهاردة انه الانجيل بتاع النهاردة يختم لنا آية يقول كده ليس من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة الله، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. مش كل اللي بيقول لي يا رب يا رب هو اللي بيخش ملكوت السماوات. أمال مين يا رب؟ اللي بيفعل، اللي بيعمل كلمة الله. عشان كده وانت بتقرأ الكتاب المقدس اقرأ وقول لنفسك كده لازم أعمل بيه، لازم أكون تصرفاتي تصرفات الوصايا بتاعت ربنا. عشان كده يقول لك هذا الشعب يكرمني بشفتاه أما قلبه فمبتعد عني كثيرا. عشان كده تكون عبادتك من القلب، ما تكونش عبادتك من الشفتين. والنهاردة اللي منكم كان مركز في الكاثوليكون يقول لنا كده كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. وأكن إنجيل النهاردة كده تمهيد لإنجيل بكرة في أحد التجربة، أن السيد المسيح له المجد يرد على كل المحاربات يقول له إيه؟ مكتوب. يقول له مكتوب. وأكن دستور يقول لنا يأكد علينا أن الكتاب المقدس هو الدستور بتاعنا، هو القانون بتاعنا. ربنا يدينا نعمة وبركة أن احنا نجاهد في مرحلة أو في رحلة التوبة لكي ما ننتصر جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين.